السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا ومرحبا بكم في قناة دروس العلوم الطبيعية. اليوم إن شاء الله سنقوم بحل تقويم تشخيصي للسنة الأولى متوسط. هذا التقويم التشخيصي عبارة كما تلاحظون موجود في نصف الورقة بشكل طولي، إذا هكذا بشكل طولي. لماذا؟ لأنه أصلا هذا يعني تقويمين في نفس الورقة، هكذا يمكن للأستاذ أن يحافظ على أو لا يستهلك كمية من الورق كثيرا، خاصة وأن هذا التقويم التشخيصي نوعا ما قصير لا يتطلب ورقة كاملة، فبالتالي ارتأى مصمم هذا التقويم التشخيصي على أن يكون شكله كما هو في الصورة، إذن بهذا الشكل. إذن لدينا ثلاثة تمارين نقوم ثلاثة تمارين سهلة بسيطة سنقوم بحلها مع بعض إن شاء الله. عذرا يعني صوتي نوعا ما مبحوح نتيجة المرض. إذا هنا سنقوم بحل تقويم تشخيصي للسنة الأولى متوسط. نبدأ مع أول تمرين. التمرين الأول يقول ضع علامة في أمام العبارة الصحيحة. إذن أتناول أغذية مختلفة وهي تأتي من الحيوان فقط، من النبات فقط، أم من الحيوان والنبات، أم من التربة. إذن هنا تناول أغذية مختلفة لكنها لا تأتي من الحيوان فقط، فنحن نتناول أغذية نباتية، ولا تأتي من النبات فقط، فنحن نتناول الأغذية حيوانية، فبالتالي تأتي من الحيوان والنبات، وكذلك تأتي من التربة لأنه النبات ينمو في التربة، لكن أحسن إجابة هي من الحيوان والنبات. بعد ذلك يعني حتى لو كنت، لأنه لم يكتب من التربة فقط، لم يكتب من التربة فقط، إذا أتناول أغذية مختلفة وهي تأتي من التربة كذلك، يعني حتى التربة يمكن أن تكون إجابة صحيحة، لكن من الحيوان والنبات إجابة شاملة. بعد ذلك لأحافظ على صحتي يجب أن أتناول أغذية غنية بالطاقة فقط، أغذية نظيفة، أغذية مصنوعة بالسكر، نوعا واحدا من الأغذية. إذا هنا المحافظة على الصحة، إذا تناولنا أغذية غنية بالطاقة فقط هذا لا يكفي. لماذا؟ لأنه سنحتاج إلى الأغذية البروتينية، أغذية النمو إلى غير ذلك، فبالتالي هذه الإجابة غير كافية. أغذية نظيفة، إذا نعم نحتاج إلى أغذية نظيفة للحفاظ على صحتنا. أغذية مصنوعة بالسكر لا، معناها نفس الشيء، أغذية طاقوية، فبالتالي نحصل فقط على الطاقة، والسكر يؤدي إلى مرض السمنة، فبالتالي هنا لن نحافظ على صحتنا بالاعتماد على الأغذية المصنوعة بالسكر. إذا نوع واحد من الأغذية لا، إذا نحن كي نحافظ على صحتنا نتناول مجموعة أغذية مختلفة، فبالتالي نوع واحد من الأغذية إجابة غير صحيحة. نواصل في حل هذا التمرين. إذن النبات الأخضر كسائر الكائنات الحية يتغذى ويحتاج في نموه وتطوره إلى عناصر يتحصل عليها من الوسط الذي يعيش فيه. لاحظ أعضاء النبات المتمثلة في الوثيقة ثم اكتب جميع البيانات المرافقة. إذن هنا هذه عندنا نبات أخضر، لحظة فقط. إذن هذا النبات الأخضر لدينا مجموع جذري، مجموعة خضري، هذه مفروغ منها، أو المجموع ترابي، هنا جذري أو ترابي يمكن القول، مجموع جذري أو خضري عفوا أو هوائي، يعني الجزء الموجود في الهواء، الجزء الموجود في التربة. إذا هنا أولا هذه عبارة عن جذور، مبدئيا هذه عبارة عن جذور. إذا ثم هذا ماذا يمثل؟ هذا يمثل كله عبارة عن ساق، وهذا باللون الأخضر هذا عبارة عن ورقة. إذا النبات بصفة عامة يتكون من جذور، ساق، وأوراق، مجموعة أوراق. كذلك يوجد هنا براعم نهائية، براعم إبيضية إلى غير ذلك، لكن هذا ما يهمنا حاليا. فيما بعد إن شاء الله سنتعرف على البقية بإذن الله. إذا لكي أحافظ على النبات الأخضر يجب أن أغرس النبات الأخضر، أحرق النبات الأخضر، أقطع النبات الأخضر، أم أسقي النبات الأخضر. مبدئيا غرس النبات الأخضر إجابة صحيحة، يؤدي إلى حفاظ على الغطاء الأخضر بصفة عامة، فبالتالي يجب غرس النبات الأخضر. هل يجب أن أحرق النبات الأخضر؟ لا، إن هذا سيؤدي إلى هلاك النبات الأخضر وقلة الغطاء الأخضر، فبالتالي حرق النبات الأخضر سلوك سلبي لا يجب القيام به. كذلك قطع النبات الأخضر يؤدي إلى قلة الغطاء النباتي، لا يجب أن نقوم بهذا العمل لأنه عمل سلبي.
كأسقي النبات الأخضر. إذا سقي النبات الأخضر عملية إيجابية أو سلوك إيجابي يقوم به الإنسان للحفاظ على النبات الأخضر. نواصل بعد ذلك في التمرين الثاني. تلخص الوثيقة الأولى، يعني هذه الوثيقة المكونات الأساسية للجهاز التنفسي. اكتب البيانات الموضحة في الوثيقة المقابلة. إذا هنا عندنا هذه الوثيقة تمثل الجهاز التنفسي. نبدأ مبدئيا من الأعلى. نبدأ إذا هنا مكان وجود الأنف. هنا عندنا الأنف، أسفل الأنف يوجد فم، هذه الفم. إذا هنا عندنا قصبة هوائية، قصبة هوائية. وهنا عندنا الرئتين أو الرئة، أو نكتب رئتين إنه رئة. إذا عندنا الرئة اليمنى والرئة اليمنى والرئة اليسرى. ثم هنا عندنا الحجاب الحاجز يكون أسفل الرئتين ويفصل بين الجهاز التنفسي والجهاز الهضمي في هذا المكان. إذا هنا يقول هناك عمليتين يقوم بهما الجهاز التنفسي، حاول أن تتعرف عليهما. مبدئيا الجهاز التنفسي، يعني تلاميذ السنة الأولى متوسط في البداية ماذا درسوا في المرحلة الابتدائية؟ درسوا أن الإنسان يقوم بعمليتين يقوم بها الجهاز التنفسي. ما هما هاتان العمليتان؟ بطبيعة الحال عمليتي الشهيق والزفير. إذا هنا نحاول كتابة إجابة كاملة. إذا يقوم الجهاز التنفسي بعمليتين. إذا العملية الأولى هي عملية الشهيق، العملية الثانية وهي عملية الزفير. ما هو الشهيق؟ هو دخول الهواء إلى الرئتين، الزفير هو خروج الهواء من الرئتين. بعد ذلك نواصل في حالة التمرين أو مع التمرين الثالث. إذا هنا لدينا التمرين الثالث. ماذا يقول؟ تمثل الوثيقة المقابلة عضو هام من أعضاء جسم الإنسان شبيه من حيث الشكل ببذرة الفاصولياء، كما أن لونه الطبيعي بني مائل للحمراء. إذا هنا عندنا هذا الجسم، هذا الجسم نوعا ما يشبه حبة الفاصولياء في شكله، ولونه كما ترون لون طبيعي بني مائل للحمراء. إذا ما هو هذا الشكل؟ مبدئيا يعني السؤال قال حاول أن تتعرف على هذا العضو بذكر اسمه ودوره. ما هو هذا العضو؟ هذا العضو يمثل الكليتين بطبيعة الحال، يمثل الكليتين. إذا هنا يمثل أو اسم العضو الكلية، والجسم الإنساني يحتوي على كليتين. إذا اسم العضو هو الكلية. ثم قال دوره. ما هو دور الكليتين؟ إذا في رأيكم ما هو دور الكليتين؟ يعني مبدئيا تلميذ السنة الأولى، يعني تلميذ انتقل إلى المرحلة المتوسطة، في المرحلة الابتدائية ربما لديه ثقافة عامة بسيطة جدا حول هذا الموضوع. ربما يعرف أن الكليتين تقومان بتصفية الدم، الكليتين تقومان بتصفية الدم. إذا مبدئيا تقوم الكليتين بتصفية الدم والتخلص من الفضلات. إذا هذه ثقافة عامة. لا أدري إن كان تلاميذ سنة يعني في المرحلة الابتدائية قد درسوا الإطراح أم لا، لكن مبدئيا الكليتين دورها التخلص من الفضلات، أو دوره تصفية الدم والتخلص من الفضلات. إذا هذا هو دور الكليتين. هكذا نكون قد وصلنا إلى نهاية الفيديو. قمنا بحل 3 تمارين بسيطة كتقويم تشخيصي للسنة الأولى متوسط في بداية السنة. أتمنى أن تكونوا قد استفدتم من هذا الشرح. نلتقي بإذن الله فيديوهات أخرى قادمة إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.